والنهارده هنتكلم عن تمرينه جديده من تمرينات عضله الترايسبس، العضله الخلفيه للدراع. العضله دي كل الناس بتشتكي ان هي عندها ترهلات او ضعف في عضله الترايسبس اللي هي على عضله ذات الثلاث رؤوس. والنهارده هنلعب تمرينه جديده لعضله التراي، لعبتها معاكم قبل كده والنهارده هلعبها بطريقه تانية خالص من على الشاطئ وعلى الكرسي، بس مش كرسي، انا لعبتها قبل كده على كرسي، النهارده هلعبها على الصخر. ويلا بينا كده نشوف هنلعبها ازاي ونشرحها مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه الرياضه والطبخ مع كابتن وفاء سيف الدين. اهلا بكل متابعيني في كل مكان من داخل مصر وخارج مصر. والنهارده هنتكلم عن عضله الترايسبس، العضله الخلفيه للدراع، وهنشوف هنلعب مع بعض التمرينه دي ازاي، وشرحتها معاكم قبل كده. والنهارده هلعبها بطريقه تانية وهوريكم الطريقه وهنشرحها مع بعض. ويلا بينا كده نشوف هنلعبها ازاي. وزي ما انتم شايفين كده انا هقعد على الصخر وهبدا ان انا امسك كده الصخر كده بايدي، هفرد رجلي كده خط مستقيم وهبدا انزل كده لغايه الاخر واطلع تاني واقول 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. من اروع التمارين اللي بتشد العضله الخلفيه للدراع، عضله ترايسبس، العضله ذات الثلاث رؤوس. ويلا بينا بقى قووا عضلاتنا ونلعب التمرينه الجامده دي، نتيجتها بجد رائعه واكتر من رائعه. جربوها، قولوا لي ارائكم، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، واشوفكم في حلقه اخرى مع كابتن وفاء سيف الدين. شكرا والى اللقاء لكل متابعيني في كل مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.